السلام عليكم أزول في اللون. هذه تقريبا واحد الشهر ولا شهر ونص درت واحد الفيديو قلت فيه بأن على دول الجوار تونس والموريتان والجزائر وربما حتى الدول الأخرى اللي في شمال إفريقيا، قلت عليهم أن يفتخروا بأن هناك نظام ملكي عريق حداهم، هناك مملكة مغربية شريفة حداهم، وكاين اللي كيساب وكل واحد فهمتيني ولا لا كيف اين الاتجاه اللي شادو، وكاين اللي كيقول لا هكا. المهم الفيديو راه باقي عندي في الحساب ديالي، يمكن لكم تدخلوا تشوفوه. الان اليوم يعني 4 في شهر 11 2025. واش هذا الشيء تحقق ولا ما تحققش؟ واش هذا الشيء بان لكم بان المملكه المغربيه دوله قويه ولا ما بين لكم والو؟ راه شفتوا كيفاش ربح المغرب هذه المعركه؟ يعني بالنسبه لي تربحات المعركه شحال هذه، لكن تاكدات في نهار الجمعه اللي فاتت 31 اكتوبر، تاكدات بان المغرب دوله عريقه، دوله قويه من ناحيه الدبلوماسيه الملكيه. وشفتوا كلشي، وشفتوا التصريحات ديال بوريطه بان المغرب قوي، وكيفاش جاب 11 صوت في مجلس الامن وما كاين حتى شي دوله كتعارض القرار اللي هو قرار امريكي. ما يعني الحمد لله شفتوا كلشي بان المغرب عنده نفوذ وعنده مغاربه اللي كيحبوا هذه البلاد وكيفهمتوا كيتقاتلوا عليها، وشفتوا كلشي. فنفس الكلام غنقولوا عاوتاني، فعلى دول الجوار خصوصا موريتان الحمد لله راه اخوه ديالنا، حنا الجوار كامل اخوان ديالنا، لكن شي وحدين فيهم العنتريات. العالم الاخر كنقصد بالضبط، والتوانسه كذلك فيه الناس اللي تيبغيونا، ولما لا افريقيا كلها، لكن بالضبط كنقصد العالم الاخر. عليهم ان يفتخروا ان هناك مملكه مغربيه. وشفتوا بان من خرج الملك المغرب الله يحفظه دار هذاك الخطاب وخرجوا الدعوات، عاد خرجوا التوانسه قالوا لك ممكن اننا نحييو المغرب الكبير، وخرجوا حتى هما كذلك يهضروا على الاراضي ديالهم اللي تحتلت من طرف فرنسا اللي هي الان الجزائر. يعني اي تقدم ديال هذه المنطقه هذه راه كاينه عند المغرب. المغرب ما كرهش هذا الشيء يكون شحال هذه، يكون هذا الاندماج او التكامل، يعني التكامل ديال الدول ديال شمال افريقيا اللي هي تونس والمغرب والجزائر والموريتان وكذلك ليبيا، ما كرهش من شحال هذه. لكن كاين دوله اللي حدانا اللي هي كتعكر، ما بغاتش هذا الشيء يكون. ولهذا كنقول لكم بان المغرب كما كتعرفوا دوله قويه، فهمتيني ولا لا، بنظامها السياسي، بشعبها، يعني يعني المثقف وبالنخبه ديالو، كذلك المواطنين ديالو بسطاء، شعب قوي، دوله قويه، المؤسسات ديالو بكل الاطياف ديالو. جميع المعارك اللي المغرب كيتجه ليها كيربحها، والحمد لله كلشي كيبان، كلشي كنشوفوه. كما قلت لكم فالمغرب هو بوابه افريقيا، وهو الحمد لله بامكان دابا المغرب ملي ربح هذا الملف هذا ديال الجزائر مع الجزائر، بامكانه يضغط ويمارس العنتريه حتى هو ويفرض الشروط ديالو ويدير اللي بغى. يجيو الجزائريين كيحبيو باش يبوسوا للدين ديال سيدنا، لكن الحمد لله الملك مطرف على هذا الشيء هذا، قال لهم اجيو نجلسوا حنا، ما كنتسماوش اننا ربحنا، حنا كنقلبوا على يعني حل يكون مقبول، يعني في اطار السياده المغربيه، ما يكونش فيه غالب ولا مغلوب. هذه ملكيه عريقه. اما كان عندنا رئيس ولا هذا كون دقدقناهم، لكن الحمد لله عندنا ملكيه، عنده رؤيه مستقبليه، وكيعتمدوا عليه الدول الغربيه والدول القويه باش يكون هو، فهمتيني ولا لا، المفتاح، دوله المفتاح في شمال افريقيا، ودوله المفتاح في افريقيا كلها. دوله اللي تكون عندهم واحد الدوله اللي هي رزينه في افريقيا هي المغرب. اعطيوني شي نظام سياسي في افريقيا ممكن ان الغرب يعتمد عليه، ما كاينش. ديما الانقلابات، ديما فهمتي ولا لا، مشاكل العسكر. هنا كاينه هناك مملكه مغربيه اللي هي مرجع. فكما كتعرفوا دائما بان خطابات ديال جلاله الملك هو مرجع، لا ريفيرونس، مرجع. سمعتوا بولس المستشار ديال دونالد ترامب اشنو كيقول هذه الايام؟ كيقول كنتسناو الخطاب ديال صاحب الجلاله اشنو غيقول باش يبني عليه، لان هناك خطاب ديال جلاله الملك هو مرجع. فالسياسه المغربيه كتعتبر سياسه يعني ممكن انها تقرى في جميع دول العالم، لان هناك راه هذا الشيء اللي ما بانش شي وحدين، راه الباز،
وهذا الشيء اللي دار المغرب في مجلس الامن راه خيالي يا صاحبي. حتى واحد ما كان كيتصور ان المغرب ما دير حتى شي دوله تعارضوا ضد هذا القرار، ما حتى شي دوله. والصين كحليف ديال الجزائر، ويمكن انها دير الفيتو دير لا وتوقف. الصين روسيا، كنقول روسيا، الصين كذلك. ياك الصين يعني كتسمى، اسمع لي، كتسمى يعني الشرق. كاين الغرب وكاين الشرق، يعني ضد الولايات المتحده وضد الغرب. ما دارش فيتو ضد المغرب وخلاو يدوز. وانتم شفتوا كلشي بان المغرب دوله قويه. السياسه الملكيه الحمد لله جابت النفع ديالها، ومازال هناك نجاحات في المستقبل. فانا تنقول بان ما على دول الجوار الا انهم يجيو للمغرب، يجيو يجلسوا مع المغرب ويحلوا المشاكل ديالهم مع المغرب راس في راس، باش يكون واحد التكامل، باش يستافدوا. لان المغرب هذا الشيء اللي جاي الحمد لله راه يعني جاي غير الخير. جايين هناك يعني استثمارات كثيره في المغرب اللي هي اجنبيه. وهناك ان شاء الله ان غتكون واحد قفزه نوعيه من هنا ل 2030 2035. هناك مغرب بشكل، هناك مغرب يعني مغرب واحد اخر كما قال صاحب الجلاله. هناك ما قبل 31 اكتوبر وهناك ما بعد 31 اكتوبر. تخيلوا ان دابا حاليا المشاريع في الصحراء غادي تكون هناك مشاريع كثيره جدا في المشاريع. والحمد لله كتشوفوا هذا الشو حنا تنشوفوه وكاين في الواقع ماشي هضره. ولهذا كما كنقول ان على دول الجوار، على احترامي للشعوب ديالهم كاملين، تنحترموهم وتنقدرهم مرحبا، لكن على خصوصا الجزائر وهناك الاعلام ديالها موجه وكذلك بعض مغرر بهم، عليهم خصهم يجلسوا الارض، يهبطوا الكواري كما تيقولوا، يجلسوا مع المغرب طيب يحلوا المشاكل ديالهم ويعطيونا حقنا اللي كنتسالوهم في الاراضي. يعني حقنا ناخذوه بالتي هي احسن. ما بغاوش، راه هناك ملفات غيخرجوا عاوتاني وغيمشيو الجهات اللي هي رسميه دوليه، المحاكم الدوليه وكذا، غناخذوا حقنا بالدبلوماسيه عاوتاني. ولو ان هذا مثلا الصحراء الشرقيه وبعض الاراضي غناخذوها الحدود الحق ديالنا غنوصلوها، واخا تكون هناك 50 عام اخرى غنتسناوها صابرين حنا. مولاي الحسن اللي جاي ان شاء الله في المستقبل، اللي غيكون ملك في المستقبل ان شاء الله، من هنا واحد 30 عام ولا هذا ما عرفناش فوقاش غيكون العمر في يد الله. ان شاء الله غادي نتبعوا هذا الملف تا هو ديال الصحراء الشرقيه تيتحقق ان شاء الله. ما عندنا حتى شي لكن هناك كما قلت لكم بامكان انه يجيو هاد الناس هادو ديال الجوار، نجلسوا ويكون هناك تحالف، يكون هناك فهمتي ولا تكامل اقتصادي. لما لا نستافدوا من الثروات ديالهم ويستافدوا من الخبرات ديالنا المغربيه. ولما لا فهمتي ولا لا، حتى واحد ما كره يكون هنا، يكون عنده، يكون في الجوار ديالو واحد المملكه عريقه، واحد نظام يعني حكيم، حتى واحد ما كره. وان شاء الله هادشي اللي غيكون في المستقبل. الا بغاو ما بغاوش، المغرب غادي في اتجاه ديالو ويعتبر راسو كما قال، واخا هو غير تعبير ما عنده حتى علاقه بالواقع. كما قال عبد الله العروي، المغرب عباره عن جزيره، لكن غنعتبروا اننا في جزيره ونشتغلوا كذلك مع الاصدقاء ديالنا الموريتانيين اللي هما كيعتمد عليهم بزاف ديال المشاريع اللي المغرب ان شاء الله، بحال هذا الشيء ديال الولوج دول الساحل الاطلسي غيدوز على موريتانيا، بحال هذا الشيء ديال فهمتيني ولا لا، هذا الشيء ديال الغاز اللي جاي من نيجيريا غيدوز من موريتانيا لعندنا ان شاء الله. فهذه مشاريع كبيره. هناك ان شاء الله كما قلت لكم مغرب اخر من هنا ل 2030 غتشوف واحد البلد اللي هو فهمتيني ولا العالم غيتجه ليه. وكذلك هناك عده يعني مكاسب جايه ان شاء الله. هذه المكاسب اللي جايه في المستقبل فهي ثمره مجهود ان شاء الله ديال سنوات كثيره، الا ما نقول في عهد محمد السادس، الملك محمد السادس الله يحفظه، 23 او 26 سنه اللي هو تيحكم فيها. فكما قلت لكم المغرب هو هذا المغرب يعني القوي، المغرب الشرس، المغرب ما يمكنش تاخذ ليه حقه. وعيات الجزائر ما تصرف في الملايير الدولارات وشري الاصوات، شري الدول، شري السياسيين، شري تيقولوا 500 مليار دولار، وربما هناك اموال كثير اكثر من 500 مليار دولار اللي تصرفت على هذا الوهم، وجا المغرب ضرب لها كلشي في الزيرو ومازال تيقولوا مودي اجيو ونجلسوا نفكوا. راه باقي بامكانكم انكم تحافظوا على المأواج. ما بغاوش، هما قال لك لا ما انتصرتوش. وان شاء الله وباقي هناك انتصارات جايين الا ما بغاوش يجلسوا الطبله مع المغرب. السلام عليكم.